تحياتي، معكم جهاد كورو. أمس قرأت خبر في أحد الصحف الهولندية، صحيفة AD.nl. خبر مهم جدا. الخبر يقول أن هولندا تعترف رسميا باللغة الهولندية السكسونية كلغة رسمية في هولندا. طبعا هذا الأمر ماذا يعني؟ طبعا والجريدة ذكرت أن المتحدثين بهذه اللغة عددهم قرابة 5 مليون من أصل 17 مليون هولندي في هولندا. عدد المواطنين مع المقيمين هم حوالي 17 مليون فاصلة 2. عدد المتكلمين بهذه اللغة الهولندية السكسونية عددهم قرابة 5 مليون، بالضبط 4.8 مليون. أي تم الاعتراف بهذه اللغة. طبعا هذا الموضوع شو بيعني؟ عندما الحكومة تعترف بلغة ما يحق لأولئك الناس لتلك المدن أن يتم الدراسة والتعليم بتلك اللغة. أنا عن نفسي أنا عشت في تلك المناطق مدة 6 أشهر. في تلك المناطق الهولندية عشت فيها 6 أشهر. لم ألاحظ أي فرق بين تلك اللغة واللغة التي أتكلمها الآن واللي موجودة في باقي الأجزاء الهولندية. طبعا أنا سألت الهولنديين يعني هل هي اللغة لغة أم هي فقط لكنة أو لهجة محلية؟ كل الناس تقول عنها لهجة، لكن الحكومة تعترف بها كلغة، مع أن لا اختلاف على الإطلاق. فقط توجد بعض الكلمات لا تختلف كليا، ولكن طريقة نطقها مختلفة قليلا. كي أوضح لكم الأمر أعطيكم مثالا. ماذا لو مثلا الحكومة السورية الآن قالت أن مثلا اللهجة الدرزية، مثلا لهجة أهل السويدة، تعترف بها كلغة رسمية. أنت تجي تقول لي طيب ما بتكلموا عربي وبنفهم عليهم تماما وحكيون مثلنا، يعني شو فرق الحكي أهل السويد عن لهجة أهل الجبل، أهل السويدة عن دمشق، عن أهل الشام؟ ولا شيء، فقط طريقة لفظ بعض الكلمات تكون مختلفة، أو النبرة الصوتية لهذه الكلمات وطريقة نطقها تكون مختلفة. فقط هذا هو الموضوع، وباقي اللهجات السورية. لكن أنا عندما سألت السوريين المتواجدين هنا في هولندا، سألت شخصين. شخص قال لي أوكي، هذا الشيء إيجابي جدا أن هولندا تعترف بهذه اللهجة البسيطة كاللغة، والناس تدرس بها وتصبح رسمية في الإعلام في كل التداولات الرسمية وغير الرسمية والثقافية. أوكي، هذا الشيء ممتاز جدا، وبلد حريات وبلد ديمقراطية وإلى آخره. هذا شخص آخر قال، طبعا استهزأ بالموضوع، أنه شو في داعي أساسا كيف بلد واحد يكون فيها أكثر من لغة. هذا الشاب السوري ما بتزبط معه. دولة واحدة يجب أن يكون فيها فقط علم واحد، تكون فيها فقط لغة واحدة فقط. أنا أعطيته قال شو المعيشة تصبح مستحيلة، يعني صعبة، لا يمكن رسميا وغير رسمي، لا يمكنك أن تعيش في بلد فيه لغتين. كيف حيتم التواصل بين الشعبين؟ أنا لما ذكرت له أنه مثلا دولة مثل سويسرا فيها 3 لغات رسمية، 3 لغات رسمية سويسرا، لا يوجد شيء اسمه اللغة السويسرية، بل الثلث يتكلمون الفرنسية، والثلث يتكلمون الألمانية، والباقي يتكلمون اللغة الإيطالية والطليانية. أي لا يوجد شيء اسمه اللغة السويسرية. في بلجيكا قسمين. القسم الشمالي القريب من هولندا يتكلم اللغة الهولندية، هولندية تماما. القسم الجنوبي العاصمة بروكسل، نصف العاصمة بروكسل، ولا القسم الجنوبي يتكلم اللغة الفرنسية، وشكلوا دولة وعين الله ما أحلاهن، ومن دون أي مشاكل، لأن المواطن يتقن اللغتين. أنا بدي أجري بالحديث حتى أصل إلى اللغة الكردية في سوريا. الشابين السوريين اللي سألتم عن موضوع اللغة الهولندية الجديدة والاعتراف الحكومي بهذه اللغة الجديدة كلغة رسمية، قال ما بتزبط لنفس السبب. قال ما بصير بسوريا يكون في أكثر من لغة رسمية. مثلا منطقيا لا يجوز أن الكردي
يتعلم بلغته، اوكي يحكي فيها، بقول لي اوكي خلي الكرد يحكي بلغته مع اهله، مع ابنائه في الشارع، في يعني في النطاق الضيق، المحل الضيق، ولكن لا تجوز ان تصبح لغة رسمية، لان التواصل بين السوريين سينعدم تماما اذا الكردي تعلم بلغته الكردية واصبحت اللغة الكردية لغة مراسلات ولغة رسمية ولغة اعلام ولغة ثقافة الى اخره. الشعب السوري عامة، الشعب العربي، وليس فقط في سوريا، وليس فقط الشعب العربي بل كل شعوب الشرق الأوسط، الترك والفرس والعرب مسؤولون تماما عن هذه المأساة التي ألحقوها بالشعب الكردي. لا أتكلم هنا عن سياسة ولا عن حروب على مدى قرون من الزمن أجروها على الشعب الكردي، قتلوا منه الملايين، لا أتكلم عن هذا النطاق أبدا، بل أتكلم فقط عن مسألة اللغة الكردية. يخرج علي الآن مثلا حدا يقول لي الحكومات هي التي يحق لها أن ترفض أو تقبل لغة ما، وبالتالي نحن في سوريا الحكومة هي المسؤولة عن مسألة اللغة الكردية، وهي ما يجب أن تقر هذه اللغة، وهي يجب من أن تلومها. مثلا أنا لا يجب مثلا أن أوجه كلامي إلى الشعب العربي في سوريا والشعوب العربية الأخرى، بل أوجه كلامي فقط إلى الحكومات، لأن الحكومات هي المذنبة. طيب ما دام أن الحكومات مذنبة، أنت على المستوى الشخصي أنت كيف تتشارك مع هذه الحكومة بنفس الأفكار؟ لغة محلية، وهذا ليست المرة الأولى. في هولندا مثلا، في الجزء الشمالي من هولندا هناك اللغة الفريزية، وليست لغة على الإطلاق، هي مجرد لهجة، واللغة الهولندية السكسونية هي مجرد لهجة الحكومة والشعب يعترف بها دون أي إشكالية، دون أي خوف، أي مشكلة، هي لهجة محلية عملوها لغة. نحن في سوريا لغة كاملة الأوصاف والأركان هي اللغة الكردية، عدا عن السريانية الأشورية الكلدانية، وعدا عن التركمانية وباقي اللغات. اللغة الكردية كون هي أنا أتكلم عن اللغة الكردية كون هي الفئة الأكبر في سوريا بعد اللغة العربية. هذه اللغة الكردية هي اللغة تماما مختلفة تماما عن اللغة العربية بكل شيء، بقواعدها، مفرداتها، بتاريخ اللغة. كل لغة لها تاريخ تطور. اللغة العربية تطور في اتجاه ما، اللغة الإنجليزية تطور في اتجاه آخر، اللغة الكردية أيضا تطورت في اتجاه آخر. اللغة يتكلم بها الملايين ما تزال إلى الآن في سوريا وفي تركيا وفي إيران لغة ممنوعة من الدراسة والتدريس، عليها حظر تام في وسائل الإعلام وفي مجال الدراسة والعلم والمدارس والتدريس. فقط كشعوب عربية فكروا في الموضوع قليلا، أنه كيف الغرب ينظر إلى شعوبه، ينظر إلى المواطنين، الناس الذين يشاركونهم في هذا الوطن السياسي. مثلا أنا طرحت عليكم مثال هولندا، كيف باقي الهولنديين، وليس فقط 5 مليون يتكلمون هذه اللهجة، باقي الهولنديين يجدون أنفسهم مسؤولين تماما عن 5 مليون، ويدعمونهم تماما كي يتعلموا لهجتهم، وهم اسموها لغة حلال عليهم كي يتعلموا 5 مليون لغتهم دون أي عائق، لأن كل لغة هو تطور أخلاقي، تطور إنساني. اندثار لغة ما هو اندثار جزء من الحضارة البشرية. عندنا في الشرق الأوسط عملت الحكومات الأربعة ومع شعوبها، أنا إيران، تركيا، سوريا والعراق، على طمس الهوية الكردية، وبدءا ذي بدء بدأت باللغة الكردية. هذا تصرف حكومي، والشعوب العربية مسؤولة تماما. الشعب العربي السوري، الشعب في سوريا الجزء العربي منه مسؤول تماما عن هذه المحنة. مثال عفرين واضح تماما الآن. من يسيطر على عفرين، مدينة عفرين، مدينة الكردية، 90% من سكان مدينة عفرين هم كردستانيون، هم كرد في الشمال السوري، الشمال الغربي من سوريا، كرد، مدينة كردية صرفة. من يسيطر على هذه المدينة ليس نظام بشار الأسد وليست الحكومة السورية، بل من يدعون أنهم خرجوا يوما ما ضد هذا النظام الفاشي والنظام الدكتاتوري. هم المعارضة السورية من خرجوا من أجل
حق الشعوب جميعا في الحرية وفي الكرامة. من لم يرتضوا بشار الأسد ونظام بشار الأسد حاكما عليهم فقرروا مصيرهم. الثورة السورية هي بشكل أو بآخر هو حق تقرير مصير السوريين. قرروا مصيرهم، قالوا نحن لا نريد أن نعيش تحت كنف هذا النظام وفي ظل دستوره وفي ظل قوانينه وأنظمته القمعية. فأنت فالشعب السوري قرر مصيره، أجرى حق تقرير مصير شعبي وليس الرسمي شعبي، فقرر عدم القبول بنظام بشار الأسد مجددا. هم الآن هؤلاء يسيطرون على عفرين. اللغة الكردية الآن ممنوعة منعا باتا في عفرين. في عفرين يتعلمون الآن اللغة العربية واللغة التركية. نحن لا حساسية لدينا على الإطلاق ولا مشكلة لدينا على الإطلاق مع اللغة العربية. اللغة العربية درسناها في المدارس، نحن متعايشون مع هذه اللغة منذ 100 عام، هي لغتنا الثقافية، لغة غنية جدا نكتب بها. أنا أكتب أستمتع جدا عندما أكتب باللغة الكردية. بجوز أغلب المستمعين الآن إلي المشاهدين لا يعرف مثلا أنا كردي بسبب أني أتقن اللغة العربية بشكل بيرفكت ممتاز جدا، كتابة ونطقا واستماعا وسمعا. إذن القرار الهولندي الجديد هو صفعة أخلاقية لكل شعوب الشرق الأوسط من فرس وأتراك، وهو لا يعنيني بالدرجة الأولى. هو السوري، شريكي في الوطن السوري العربي السوري هو من يعنيني. إذا كان النظام الأنظمة السورية السابقة ونظام البعث قد قمعوا اللغة الكردية ومنعوها من التداول، لأن التعلم أي لغة من شأنه أن ينمي الروح الشخصية الذاتية، بما أنهم منعوها. نحن في سوريا عشنا فترة ثورة سورية على مدى 8 سنوات. النظام اندثر في كثير من المراحل وانطوى على ذاته ونفسه فقط في الساحل السوري في العاصمة دمشق. عفرين كانت فرصة من ذهب للمعارضة السورية، للشعب العربي السوري. من يسيطر على عفرين الآن صحيح من فوق هي المحتلة تركيا، وصحيح كثير من قادة الفصائل هم تركمان سوريا. ثلة قليلة من التركمان نجحوا في خلق شرخ كبير بين أهم كتلتين بشريتين في سوريا هم العرب والكرد. صحيح أن من يسيطر على عفرين هم الأتراك وبعض التركمان، لكن العرب فيها لهم أيضا نصيب الأسد في مدينة عفرين الآن من حيث القرارات وإلى آخره. قاموا بمنع اللغة الكردية بتاتا في عفرين والكرد السوريين. نحن أطفالنا يتعلمون باللغة الكردية منذ 5 سنوات، أي بعد خروج نظام بشار الأسد من المنطقة الشمالية بشكل كلي. أطفالنا يتعلمون باللغة الكردية. أصبح لدينا في عفرين وفي غير عفرين جامعات تدرس باللغة العربية والكردية. كل شيء في عفرين قبل احتلالها من قبل التركي كانت باللغة الكردية والعربية. جاء المحتل التركي مع مرتزقته من السوريين جلبوا لنا اللغة التركية. أنا أتفهم، أستطيع أن أتفهم أن المعارضة السورية تصدر قرارا والله لا يجوز الآن تدريس اللغة الكردية لسبب ما مع أنه سبب غير منطقي، فلنفترض ذلك. ويقتضي الأمر أن يكون اللغة الرسمية في هذه المرحلة فقط الآن هي اللغة العربية، سواء كان لغة تدريس أو لغة الثقافة أو في الشوارع أو أسماء المحلات أو الشوارع أو القارمات. لكن ما الداعي للغة التركية؟ ما الذي يربط تركيا بعفرين؟ أين الأتراك من عفرين؟ هل يوجد أتراك في عفرين؟ هذا ما يخلق الشرخ بين الشعوب. مثال هولندا ومثال سوريا. الأمر لا يحتاج إلى كثير من التفكير. الهولنديون تطوروا عبر الزمن وسوف يستمرون في التطور، والسوريون إن مشينا على هذا النسق فنحن من منحدر إلى منحدر أعمق. السوريون فشلوا أخلاقيا. السوريون عدا عن فشل السياسي والفشل الاجتماعي السوريون أقصد هنا العرب فقط فشلوا أخلاقيا، لأنهم ارتضوا أن يقمعوا فئة أخرى ويقمعوا لغتهم وثقافتهم وتاريخهم فقط من أجل
الأفكار البعثية التي ما تزال في داخلهم. شكرا جزيلا لكم.